بعد ساعات من انتشار فيديوهات فرح كروان مشاكل التي تحولت إلى ساحة معركة واشتباكات عنيفة بين المعازيم ورجال الأمن الجاردات، فاجأ محمد إمام جمهوره بنشر صور من قلب الزحمة والمشاجرات التي شهدها الحفل. تعليق ساخر يشعل السوشيال ميديا. لم يكتفي إماما بنشر الصور، بل علق بأسلوبه الساخر والمعهود الذي أضحك الملايين قائلا: طب الحمد لله حصل خير، تتعوض إن شاء الله أو ما تتعوضش خالص. التعليق اعتبره الجمهور قصف جبهة كوميدي للموقف الكارثي الذي ظهر في الفيديوهات، معبرين عن ذكاء النجم في التعامل مع دعوته للحفل. السر وراء غيابه، هل كانت صدفة أم نجاة؟ كشفت مصادر مقربة أن محمد إمام لم يكن يخطط من الأساس لحضور الفرح، ليس تجنباً للمشاكل فحسب، بل لأنه مرتبط بجدول أعمال مكثف خارج البلاد، ولم يكن الفرح ضمن حساباته نهائياً. ويبدو أن انشغاله بالسفر كان طوق النجاة الذي منعه من التواجد في قلب تلك المعركة. برأيك، هل قصد محمد إمام السخرية من كروان مشاكل، أم أنه كان يمزح مع جمهوره فقط؟